لو هتبدأ تداول ب $100 ومصر ان انت ما تتعلمش زي ما 80% بيقولوا هيبدأوا يجربوا الاول بال $100 ويشوفوا من خلال التجربة والمحاولة والخطأ الموضوع هيمشي معاهم ولا لا، اقول لك بنسبة 70% هتخسر ال $100 في اول يومين او ثلاثة. لو انت مصر ما تتعلمش، على الاقل يا اخي التزم بمبادئ اداره راس المال والمخاطر السليمه. رقم واحد، بلاش تدخل على المعادن زي الذهب والفضه ولا النفط ولا البيتكوين، لان الحاجات دي تقلباتها عنيفه وعايزه راس مال اكبر بكتير من ال $100، بحد ادنى $500. رقم اتنين، كل صفقه تفتحها تكون بحجم 0.01 اللي هو المايكرو لوت، يعني اصغر حجم صفقه على قد راس المال الصغير. رقم ثلاثة، حط تيك بروفيت 30 نقطة، يعني كل صفقة يا تكسب $3 يا تخسر $1.5 اللي هم ال 15 نقطة. يبقى أنت كده بتطبق نسبة جني ربح إلى وقف خسارة 2:1. يبقى أنت لو التزمت بالثلاث مبادئ دول مع عدم التعلم، ممكن نطول عمر ال $100 شوية.